الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. سبحان الله. كل آية في القرآن الكريم فيها معنى التسبيح لله. كل صيغ التسبيح التي وردت في القرآن بفعل الماضي سبح لله، والمضارع فيه الديمومة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والأمر سبح اسم ربك الأعلى، ومصدر التسبيح موجود سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أقول كل آية عندما تتحدث عن التسبيح معناها تريد من الإنسان أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل شيء اسمه عبث وفوضى في هذا الكون. سبحان الله أي أسبحك، أي أنت منزه عن الظلم والعدوان والعبثية والفوضى يا رب العالمين، لأنك خلقت كل شيء فقدرته بحكمة وجعلته مقدرا بين السماء والأرض، لا يتخلف عن إرادتك لحظة واحدة يا رب العالمين. هذا المنطلق هو الذي يصوغ نفس الإنسان صياغة ربانية، منطلق التسبيح. عندما تدخل في توحيد الله، في رحاب الله سبحانه وتعالى، في الإيمان بأن الله موجود وأن هذا الكون له خالق يدبره، وأنه لا تخفى عليه خافية لا في السماوات ولا في الأرض، عندما تجد هذا الموضوع تكون لحظة انطلاقة مريحة للنفس وللإنسان. ينطلق الإنسان بشكل مقدم، بشكل يشعر براحة وطمأنينة في أعماقه. ولذلك الإيمان يتابعه العمل الصالح. هاي ملاحظة قبل الموضوع، بعد ما دخلت في الموضوع. الإيمان يتبعه العمل الصالح دائما، لأن العمل الصالح هو انعكاس للإيمان وتثبيت لقواعد الإيمان في النفس. يقول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال. الإيمان يكون في القلب، لكن هناك عمل يصدق هذا الإيمان أنك مؤمن. وإلا إذا كانت الأعمال مخالفة للإيمان ممكن أن الإنسان مسلم. ليس كل مسلم هو مؤمن، بينما بالعكس المؤمن هو مسلم. المسلم يكتفي بالشهادتين. وعلى نظرية الإمام الهادي سلام الله عليه صاحب هذه الليلة، يقول الإسلام ما تحرك به اللسان واستبيحت به المناكحة، العقد يعني. هذا مسلم يتشهد الشهادتين بلسانه، يمكن أنك تزوج ابنه. لكن الإيمان شكل آخر. الإيمان عمل. الإنسان المؤمن مجلسه خير وعطاء ونور، وتشعر أن الإيمان في كل كلمة يقولها، وفي كل خطوة يخطوها، وفي كل عمل يقوم به. تحس أنه مؤمن لأن له رقابة وله اتصال مع الله سبحانه وتعالى. هذه موافقة له لله. من هنا نعرف أن الله تعالى لم يخل الأرض من حجة.
إما نبي أو إمام معصوم. الأرض لا تخلو من حجة أبدا، وكلنا نذكر السنة والشيعة وكل الطوائف الإسلامية ولا فرق بينهم، كلهم يذكرون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث لا ينكره أحد ولا يتمكن أن يرفضه أحد، لأنه في صحاح المسلمين موجود. ابدأ من صحيح البخاري وأنت طالع إلى تفسير الفخر الرازي، لاحظ الرسول قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. حتى عبد الله بن عمر لما صار عنده إشكال في إمامة علي بن أبي طالب، بعد ذلك دفعته الأيام إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، فجاء ودخل على الحجاج وقال: إني سمعت رسول الله يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فأعطني يدك أبايعك لأنك أنت إمامي. الحجاج كان مضطجعا، قال: هذا الحديث ما كنت تعرفه أيام علي بن أبي طالب، الآن جئت تطبق الحديث، خذ رجلي واصفق بيدك عليها، أبايعك بقدمي وليس بيدي. هذا الذي يترك الحق يتعثر في ظلام الباطل، والكل يذكر هذا الحديث. ولذلك اليوم في هذا الزمن الرسول حديثه مطلق وليس مقيدا، يعني إذا لم تؤمن بالإمام الحجة المهدي المنتظر فمسألة موقفك مع الحديث موقف صعب. الإنسان الذي لا إيمان له بوجود المهدي كافر بهذا الحديث ويموت ميتة جاهلية. الرسول يقول، وإلا من يقول؟ الرسول حدد الحديث، شخصه بوقت معين؟ أبدا. قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فمن إمامكم اليوم؟ الإمام المهدي صاحب العصر صاحب الزمان، الإمام الثاني عشر روحي فداه. ولذلك بحوثنا من هذه الليلة دخلت في جامعة الإمام المهدي، لأنه من الإمام علي الهادي بدأت عملية التمهيد للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وحقيقة هناك مسائل تلح علي وأنا على المنبر، أود أن أطرحها أمامكم، لكن أبدأ في عملية تقديم الأهم على المهم. في أبواب كثيرة تنفتح أمامي، قضايا كثيرة تفتح، وقسم منها مؤلم، تشعر بحالة من الهبوط النفس. هذا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العاشر من الأئمة الاثني عشر الذين نصبهم رسول الله من بعده، وقال: هؤلاء أئمتي، هؤلاء خلفائي. الأئمة 12 إمام، الخلفاء 12 خليفة كنقباء بني إسرائيل. احفظوا هذه الأحاديث عندكم. وركز عليهم لأنه مستحيل الله سبحانه وتعالى ينزل العلم على رسول الله بعد ذلك يموت النبي ويأخذ علمه معه إلى الآخرة. إذا لماذا أنزله الله؟ لماذا هذا العلم؟ لمن؟ هذا العلم العظيم الذي يفجر القرآن ينابيعا من العلم والفكر. يموت النبي وينتهي كل شيء. الله حكيم. ما احنا بدأنا سبحان الله، سبح لله ما في السماوات والأرض. الله ما يصنع شيء عبث. الله تبارك وتعالى يرسل النبي ومعه هذا العلم العظيم، بحيث لو أن الأشجار أقلام والبحار تتحول إلى مداد وحبر والملائكة والجن والإنس كتاب لما تمكنوا أن يحصوا علم رسول الله وفضائل رسول الله وأهل البيت. فما ممكن أن الرسول يموت وينتهي كل شيء. بعدين كل نبي له وصي. اقرأوا تاريخ الأنبياء، ما من نبي إلا وله وصي. سليمان ابن داود وصيه عاصف بن برخية، لما طلب عرش بلقيس
قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال لا، هذه مسافة طويلة. قال الذي عنده علم من الكتاب هو وزير سليمان، وصي سليمان آصف. سليمان كان بإمكانه أن يأتي بعرش بلقيس أم لا؟ كان بإمكانه. لماذا لم يأتي هو بالعرش؟ لماذا ترك وصيه أن يأتي بعرش بلقيس؟ ليظهره أمام الناس، يقول أيها الناس هذا خليفتي من بعدي عليكم، هذا الإمام من بعدي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. أحضر عرش بلقيس أمام. كل نبي له وصي، لكن هالمسألة هاي تصل إلى رسول الله، تشوف بعض المسلمين يتعثر، الرسول مات من دون وصي. يمكن هذا الكلام واحد يقبله؟ ما هو أشرف الأنبياء، الرسول أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وأعظم الأنبياء، كيف لكل نبي وصي إلا رسول الله ما إلى وصي؟ كيف يكون هذا الكلام؟ لا يقبله العقل ولا المنطق ولا القرآن ولا سيرة الأنبياء ولا حياة النبي نفسه، نفس الرسول. فخصص هذا العلم اللي عند الرسول ألقاه لعلي بن أبي طالب، لأن هذا تراث البشرية يا أخوة، هذا نور الله أنزله من السماء للناس، لا يمكن أن يموت النبي ويأخذ العلم معه. فقال الإمام علي علمني رسول الله، هاي في آخر لحظة أيضا، النبي يعالج سكرات الموت، يقول علي بدوات وحبر وقلم وقرطاس لأكتب لكم كتاب لن تضلوا من بعده. رجل هناك يقول إن الرجل لا يهجر، ما يقول إن النبي، يقول الرجل يهجر مخرف محمد، أعوذ بالله والله ما تطلع من لساني. ملاحظ؟ بينما علي أمير المؤمنين يصغي مسامعه ودموعه تجري إلى رسول الله، فيهمس النبي في أذن علي، فلما رفع رأسه علي قالوا ما قال لك الرسول؟ قال علمني 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، ثم يصعد على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوا، إنها هنا لعلما جما وتعيها أذن واعية. قال هي أذنك يا علي، تعيها أذن واعية. مات علي، هل مات العلم معه؟ لا، علمه ينتقل إلى الحسن، إلى الحسين، إلى علي زين العابدين، إلى الإمام الباقر اللي يبقر العلم، إلى الإمام الصادق، إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم، إلى الإمام علي بن موسى الرضا، إلى الإمام محمد بن علي الجواد، مر عليكم ذكره أمس البارحة، ورأيتموه في مجلس واحد يجيب عن أكثر من 30,000 مسألة، حتى كان يمشي على نهر دجلة بأبيه وأمي الإمام الجواد، فصادفه رجل من الذين لا يقدرون عظمة أهل البيت، قال له يا ابن الرضا أسألك، قال سل. قال أنتم تقولون أن الإمام المعصوم يعلم الغيب، وأن رسول الله أعطاكم علوم الأولين والآخرين، صحيح هذا الكلام؟ تعلمون الغيب؟ الإمام قال بلى. الإمام الجواد يقول لذلك الرجل يمشي على نهر دجلة، لاحظ، قال وأنت تعلم كم عدد قطرات نهر دجلة؟ شوف السؤال يدل على النفسية، يعني لو يريد أي رقم يقول له ممكن ذاك يقول لا مو صحيح، تمام؟ إن هاي مسألة خارجة عن حدود الماديات، الله يعلمها وأهل البيت يعلمون كم عدد قطرات هذا الماء، كل شيء في علمه موجود، ما في إشكال. يمكن تجيب جهاز كمبيوتر عقل إلكتروني تخليه على شلال متدفق يقول لك خلال سنة كم قطرة من الماء مرت من هنا، شيء واضح. الإمام لاحظ إجابة الإمام الجواد، التفت لهذا الرجل المتعنت قال أنا أسألك أنت مؤمن بالله؟ الرجل قال بلى أنا مؤمن بالله. قال هل تعتقد أن الله بإمكانه، هل في إمكان الله أن يجعل هذا العلم الذي تسألني عنه أنت، تقول كم عدد قطرات ماء دجلة، هل في إمكان الله أن يدخل هذا العلم في ذهن وعقل بعوضة صغيرة أم لا؟
الله يقدر او ما يقدر؟ قال يستطيع. قال يعني الله يستطيع ان يجعل بعوضة صغيرة تعلم كم عدد قطرات ماء دجلة؟ الرجل قال بلى. قال فنحن اكرم واعظم عند الله من البعوضة يا رجل. الله تبارك وتعالى اذا اراد شيء يقول له كن فيكون، لكن انا اذا اقول لك كم عدد قطرات ماء دجلة انت ما تصدق. مثل سعد بن ابي وقاص سأل الامام علي كم من طاقة الشعر في رأسي ولحيتي؟ قال انا اعرف كم طاقة الشعر لان حبيبي رسول الله اخبرني بذلك. لكن يمكن واحد يقول لماذا لم يقل له؟ حتى لو قال له ذاك يصعد بالمجلس يقول لا مو صحيح، تعالوا احسبوا. يعني هذا شيء خارج عن ارادة الانسان. ملاحظ في علم الله معروفة. قال يا سعد انا اعلم كم من طاقة الشعر في رأسك، ولكن يكفيك ان في بيتك نذل يقتل ولدي الحسين يوم عاشوراء. في بيتك واحد اسمه عمر بن سعد. فسكت ما حكى شيء. فانتقل العلم هكذا من رسول الله الى علي، الى الحسن، الى الحسين، الى علي بن الحسين زين العابدين، الى الباقر، الى الصادق. انا متقصد اكرر اسمائهم حتى تلتفتون، لان قسم كبير من شبابنا اصلا ما يعرفون اسماء الائمة. الى الامام الكاظم، الى الامام الرضا، الى الامام الجواد، الى الامام الهادي صاحب هذه الليلة ونحن في مدرسته هذه الليلة، الى الامام العسكري، والى الامام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اذا هذا العلم موجود الان، علم رسول الله العلم العظيم يحمله امام معصوم حجة الله في الارض، موجود بيننا ولكننا لا نراه. اسمه الامام محمد المهدي الحجة. هذا العلم موجود عنده، ولذلك عندما يظهر العلم كله ينشر في العالم، فيملأ الله به الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. القرآن يطبق، فكر الرسول يطبق، فالعالم يتذوقون حلاوة الإيمان وطعم القرآن ولذة السيرة النبوية. الكل يعرف هذه سيرة رسول الله الصادقة، هذا طريق الإسلام الصحيح. إذن الله تبارك وتعالى ما يصنع العبث أبدا نهائيا. الله أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا بد أن يأتي يوم ينتصر فيه الإسلام، وهؤلاء الأئمة الذين نسمع بأسمائهم بين الفينة والفينة، بين الحين والحين، هؤلاء لا بد أن يأتي يوم يسيطرون على الكرة الأرضية بفكرهم وعلومهم وحياتهم وسيرتهم. فبدل ما تدخل الآن إلى المدارس وتفتح الكتاب وتطلع عليك صورة مروان بن الحكم الكريهة، ذاك اليوم تفتح الكتاب تطالعك صورة جعفر بن محمد الصادق، الصورة اللي كلها نور وإيمان وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والله مسؤولية كبرى علينا، كلنا مسؤولون أمام الله. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الشعوب والحكام والشخصيات والوزراء والملوك، وكلهم مسؤولون أمام الله. الأجيال هذه ماذا قدمنا لها؟ ماذا قدمنا لأبنائنا؟ بالله عليك مو حرام علينا أبنائنا يدخلون المدارس من أول السنة إلى آخر السنة يقرأ قصة مروان بن الحكم والمتوكل العباسي وقصة علي بن الجهم وأشعار، وهؤلاء كلهم من أعداء رسول الله وأهل البيت. حتى المسيحيين ما يصنعون هذا الشيء. المسيحيين يدرسون أبنائهم حياة أناس ضد عيسى المسيح، لكن احنا عندنا هذا موجود. شوف الطالب، والغريب أنه بالامتحان وموقف المعلم أيضا موقف حرج، الأستاذ موقفه محرج، خصوصا إذا عنده إيمان ودين. يفتح الكتاب حسب القواعد، لازم يدرس الطالب أنه معاوية ابن أبي سفيان الفاتح العظيم كاتب الوحي، إذا معاوية ما موجود كان الله ما أنزل جبرائيل على النبي. هذا لازم يدرس للطالب. يدرس للطالب أنه مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن يزيد هؤلاء خلفاء أحبة الله في الأرض أو تاج الله في الأرض، هذه حياتهم، هذه شخصيتهم. فيبقى الطالب يأخذ هذا العلم
والأستاذ يطالبه بالدقة، لأن بالامتحان لازم تجاوب حتى تنجح تروح للصف الثاني للمرحلة الثانية. فيبقى هذا الأستاذ، لاحظ، يبقى على شفير النار يترنح، يبين الحقيقة. لازم طبعا يبين الحقيقة. المعلم اللي ما يبين الحقيقة للناس هذا جبان، لازم يطلع من المدرسة ما يدرس، ومسؤول أمام الله. يقول لهم للطلاب هذا الدرس ادرسوه للامتحان، لكن عندي درس ادرسوه لرسول الله، ادرسوه لله، ادرسوه للإيمان، ادرسوه لخلاصكم من العذاب في الدنيا والآخرة. الطريق الصحيح هذا يا عمي، هذا رسول الله، وهؤلاء أهل بيته وأحبابه، وهؤلاء الذين حموا الإسلام وحافظوا عن الدين. أما الأمويون ففسق فجر دجالون كذابون، هذه أعمالهم، قتلوا أبناء رسول الله ومزقوا القرآن ودمروا الإسلام وقتلوا الناس. يلا، بسر بن عرطاس يبعثه معاوية لليمن وللمدينة، يدخل يقتل النساء، يبقر بطون الحوامل. يجي إذ يسأل عن عبيد الله بن العباس وين؟ قيل له هرب. قال من بقي بالبيت؟ قالوا زوجته. دخل على زوجته وعندها طفلان صغيران يزحفان بين ركبتيها، فأخذ الطفلين أمامها وضرب رأسيهما في الحائط في الجدار. هذه أبنائنا إذا ما نعلمهم الحقائق بعدين يكفرون بالإسلام وبالرسول وبالملائكة، يقولون هو هذا كاتب الوحي، هذا معاوية، هو هذا الدين. لكن إذا علمتهم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالليل ما كان ينام، كان يسهر من أجل مصلحة الناس، ما كان يأكل الطعام في الليل خشية أن يكون إنسان جائع، كان إذا رأى يتيما يتقوس ضلعه وظهره، يقول ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر. يعلمهم أن عندنا الإمام العاشر من أئمة أهل البيت، الإمام علي ابن محمد الهادي سلام الله عليه، هذا جامعة إسلامية، كل واحد منهم جامعة كبرى. وحياتك إذا تلقي نظرة، أنا الآن حريص على الوقت حتى ما يضيع الوقت علينا، نستثمر منه كل لحظة وكل دقيقة. تعال ادخل في رحاب الإمام الهادي. أين كان الإمام الهادي؟ كان في المدينة بعد مصرع أبيه الإمام الجواد. الإمام الهادي في المدينة عاش، بقي في المدينة إلى أن صار عمره 20 سنة. ولادته سنة 214 ومقتله سنة 254 للهجرة، يعني يكون عمره الشريف 40 سنة أو 40 سنة، 40 سنة يكون عمره 40 سنة بالضبط. لاحظ الدقة وين هو الآن، وين؟ في المدينة المنورة، هناك باقي في المدينة، ويظل في المدينة. ماذا يصنع؟ ولماذا الأئمة يتخذون المدينة نقطة انطلاق لهم؟ لأن المدينة عاصمة الإسلام، في المدينة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في المدينة نور وعلم وفكر. فتجد الحكام الظالمين من أمثال الرشيد والمأمون والمتوكل والمعتصم يبعث على الإمام من المدينة إلى بغداد تحت الإقامة الجبرية، ما يخليه هناك. الإمام الهادي عاش 20 سنة في المدينة، حياة ملؤها الإقدام والمبادرة والعلم. حلقات العلم والعلماء كانت موجودة عنده، يبين التفسير الصحيح الصادق للإسلام. وفي أيامه عاصر المعتصم العباسي والمتوكل الواثق، لاحظ، المنتصر، المعتز، المعتمد. تدرون هالأسماء شنو؟ أنا أقول المتوكل بس هو اسمه المتوكل على الله، الواثق بالله، المستعين بالله، المعتز بالله. شوف الأسماء شلون، شعار، اسم لطيف.
انه هذا شعاره انه يحامي عن الله وعن شريعة الله. فكيف المعتصم بالله؟ يا سلام على المعتصم بالله. شوف لما يخرج في بغداد موكب المعتصم، هاي الصورة لازم تعرفوها، حتى يجب ان نعرفها حتى نعرف موقف الامام الهادي شلون في ايامه. الدولة العباسية بدأت تهتز، الاتراك والاقباط وامثالهم تغلغلوا في الدولة الاسلامية، فصار الحكم بيد الغلمان والنسوان. الحاكم العباسي الخليفة العباسي بالقصر لا يقدم ولا يؤخر شيء. الفتح بن الخاقان وزير المتوكل رجل من الاتراك هو اللي يدير البلاد. المعتصم العباسي في بغداد اذا خرج في موكبه تتساقط الاطفال والنساء والضعفاء، يتساقطون تحت حوافر الخيل. راجعوا تاريخ المسعودي مروج الذهب، والطبري لابن الاثير، الطبري والكامل لابن الاثير، والبداية والنهاية وامثال هؤلاء المؤرخين. لاحظوا كيف هذا الخليفة عندما يخرج بموكبه وغلمانه ازدحام يصير، فما يلتفت الى زحمة الناس، يأمر الموكب ان يمشي فيطأ ويسحق على اطفال صغار ونساء وشيوخ وضعفاء. واطلق العنان لغلمانه الاتراك، فعاثوا في بغداد الفساد، عاثوا في بغداد الفساد. في يوم من الايام طالع هو بموكبه، فخرج الناس اليه يبكون: يا امير الفاسقين ماذا تصنع؟ امنع غلمانك عنا، هؤلاء الغلمان احرقوا البيوت، هتكوا الستور، هتكوا الحريم، ما تركوا فتاة الا وداسوا عفتها. تأملوا التاريخ يا شباب يا مثقفين ايها المؤمنون، هذا التاريخ اللي كان عايشيه اهل البيت. التاريخ يجب ان نعرف التاريخ الصحيح حتى نعرف اين نحن الان، وين موقفنا. والا واحد مؤمن ويمشي في ظلام في الليل ما يعرف وين طريقه، ماذا يعني قيمة الايمان؟ الايمان له قيمة اذا الانسان صارت عنده بصيرة وعرف طريقه. فخرج الناس اليه وقدموا من بينهم شيخا كبيرا طاعنا في السن. لمن قدموه؟ للمعتصم العباسي. الشيخ وقف امام المعتصم قال: يا معتصم امنع غلمانك عنا، امنعهم عنا، خلينا جالسين في بيوتنا محافظين على اعراضنا. قال: وان لم امنعهم عنكم فماذا تصنعون؟ قال: اذا لم تمنعهم عنا نحاربك بسهام الليل. قال: ويلك، وما سهام الليل؟ قال: الدعاء. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم اخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال له انت نايم بقصرك لكن المظلومين بالليل يدعون عليك. اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس امامها حجاب، رأسا تخرق الحجب وتصل الى عرش الله. المعتصم فكر لحظات قال: اما سهام الليل فلا طاقة لي بها. ثم امر غلمانه ووزراءه ان يخرجوا من بغداد الى سامراء، فبنى قصره بسامراء. انتقلت الخلافة العباسية من بغداد الى سامراء. بغداد موجودة فيها الوالي من قبله لكن انتقل الى سامراء. بعد المعتصم جاء المتوكل. في ايام المعتصم الامام الهادي سلام الله عليه في المدينة. المعتصم ما اعترض الامام الهادي، اراد ان يمتص نقمة الناس لانه متهم بقتل الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فترك الامام علي الهادي في المدينة. لما جاء المتوكل كان حقودا وكان يبغض عليا واهل بيته، معروف. وعند مجموعة من الفسق الخونة من الشعراء وامثالهم، مثل من امثال علي بن الجهم، هذا اللي نقرأ تاريخه وأدبه، صاحب القصيدة عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. كان يقرأ الأشعار للمتوكل، والمتوكل يضرب
عباد الله بالنار والحديد. فأرسل المتوكل، أرسل رسالة وأرسل جماعة بقيادة يحيى بن هرثمة، واحد من قواده وضباطه: اذهب إلى المدينة وأشخص علي الهادي، جيب عني لسام الراء. يحيى بن هرثمة يقول: أنا لما دخلت المدينة كنت أتصور أن علي الهادي موجود، رأسا آخذ من البيت وأطلع، الناس ما لهم علاقة فيه. يقول: لما عرف أهل المدينة أني أريد أن أشخص علي الهادي إلى سامراء ضجت المدينة بالبكاء والنحيب. هذول اللي عايشين في قلوب الناس المحبوبين. يقول: ضج كيوم مات فيه رسول الله، بكاء النساء، الأطفال، الرجال، الشيوخ. يا ابن هرثمة ماذا تريد أن تصنع؟ هذا إمامنا وابن رسول الله ونور الإسلام وحجة الله في الأرض، وفي عاصمة الإسلام الآن، هو في عاصمة رسول الله ينشر الإسلام على العالم. لماذا تريد أن تعتقله؟ لماذا تريد أن تأخذه؟ يقول: بدأت أسكنهم وأهدئ ثورتهم وأقول: صدقوني لا بأس على الإمام أبدا، وإنما أنا مأمور بإشخاصه إلى هناك، لكن ما يصل إليه سوء. فجاء إلى الإمام الهادي ومعه جيشه طبعا وجنوده، قال: يا علي بن محمد، أنا مأمور، هذا كتاب عندي من المتوكل، أني أحملك إلى بغداد وإلى سامراء، ومأمور أن أفتش بيتك، لأن معلومات وصلتنا أنه عندك أسلحة في البيت تريد تقوم بمؤامرة علينا. الإمام قال له: تفضل، هذا بيت. يقول يحيى بن هرثمة: فتشت كل غرف البيت فما وجدت في بيت الإمام الهادي إلا المصاحف والأدعية والكتب. قرائن وجدت عنده، قرآن. وهل هناك أعظم من سلاح القرآن؟ بنات الإمام الهادي تألمنا، تعرف نساء وبنات ورأسا يهجمون على البيت يفتشون، فمسألة كثير مهمة. صار علم، البنات يبكن، النساء يبكن. يحيى بن هرثمة يقول: قلت له: سيدي معذرة، أنا أعتذر، يعني اسمح لي. قال: يا ابن هرثمة، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المتوكل العباسي إلى يوم لا تنسى هذا الكلام. وأنا حاضر الآن، متى تطلع إلى بغداد وسامرة؟ يقول: قلت سيدي صباحا إن شاء الله. وإذا الإمام هيأ لباس، ملابس هيأ عنده، ملابس للشتاء، نحن في تموز في الحر القائض، الإمام هيأ ملابس للشتاء وخيم وكذا، كأنما ينتظر عاصفة ثلجية وفيها مطر شديد بحيث يقتل الناس. يحيى بن هرثمة يقول: أنا في طريقي إلى المدينة وصلنا إلى منطقة في الصحراء بين مكة وبين المدينة، بالصحراء يعني قبل أن نذهب إلى ذلك المكان. فقال رجل من أصحابنا ينقل عن علي بن أبي طالب أنه يقول: ما من بقعة من بقاع الأرض إلا ويملأها الله بالقبور. فصار الناس الذين معي يضحكون من هذا الكلام. فقلت في نفسي: هذه الصحراء أين هي من القبور؟ هاي صحراء بعيدة، معقولة أنها الصحراء تمتلئ بالقبور؟ يقول: هذه الكلمة بقيت في نفسي. لما خرجنا من المدينة وأنا أنظر إلى الإمام الهادي، أخذ معه خيام وبطانيات وملابس شتائية كثيرة واستعداد له ولأصحابه. يقول: قلت يا سبحان الله، لمن هذه أخذها؟ حتى وصلنا إلى ذلك المكان، وإذا بالسماء تشتد، وعاصفة برد شديدة جاءت، ونزل المطر كأفواه القرب، حتى مات نصف أصحاب يحيى بن هرثمة من شدة البرد. اللي مع الإمام الهادي ماخذين احتياطاتهم، ما صار فيهم شيء. يقول: انقشعت السماء وطلعت الشمس. الإمام الهادي التفت إليه قال: يا يحيى، ادفن أصحابك، هكذا يملأ الله الأرض قبورا. يقول: أنا حقيقة دمعت عيني، لأني ما نقلت هذا الخبر لأحد، وإنما قضية صارت في الصحراء. لكن لا شك أن هؤلاء أبواب الله، هؤلاء أهل البيت. فجاء بالإمام إلى بغداد. يقول: ومن بغداد إلى سامراء. المتوكل ما استقبل الإمام الهادي،
وإنما أمر به أن يوضع في خان اسمه خان الصعاليك، خان للفقراء والكلام، للاستهانة، للحط من كرامة الإمام. لكن المكان بالمكين أيها الأخوة، وإن ما يكون الإمام الهادي هو ابن رسول الله. بعد ذلك أفرد له دارا للسكنى، سكن الإمام الهادي في سامراء. لكن لاحظ المسألة، الإمام الهادي عاش 20 سنة في المدينة و20 سنة في سامراء، عمره 40 سنة. 20 سنة عاشها في المدينة في بث العلم والوعي والرشد، وكان يبعث مبلغين للخارج إلى العالم ينشرون القرآن ويحملون القرآن على ألسنتهم وفي قلوبهم كما هي طريقة آبائه الطاهرين. الآن عندما وصل إلى سامراء صار تحت سيطرة المتوكل العباسي. المتوكل حاقد. في السنة التي أشخص فيها الإمام الهادي من المدينة إلى بغداد إلى سامراء، أرسل أناسا إلى كربلاء حرسوا قبر الحسين، هدم قبر الإمام الحسين. هاي من أعمال المتوكل. كان من ألد أعداء أهل البيت هذا المتوكل العباسي. حرس قبر الحسين، كرب القبر أولا هدمه وحرسه وسلط عليه الماء، ومنع الزوار الذي يزور قبر الحسين تقطع يمينه. قبل أن تقطع يمينه طلب مبلغ من المال. الناس يأتون إلى الإمام الهادي يسألونه، يقول ادفعوا الأموال واذهبوا لزيارة الحسين. بعد ذلك ترك الأموال، صار لا، الذي يذهب لزيارة الحسين تقطع يمينه، والمرة الثانية تقطع شماله، بالمرة الثالثة يقتل. مع ذلك الناس جاءوا إلى الإمام الهادي قالوا يا ابن رسول الله هاي فيها قطع يمين وشمال وقتل. قال لا تتركوا زيارة جدي الحسين، حتى تعرف مكانة الإمام الحسين في الإسلام وكيف أنه يحفظ القرآن ويحفظ الدين. فكان يدفع الناس لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين، فيجون ذول الزوار. تنقل قصص رهيبة والله. زائر يأتي فيمسكه الجلاوزة، جلاوزة المتوكل، يقول هات يمينك، يقول يميني قطعت في العام الماضي، هذه هي سارق قطعوها. ممكن واحد يقول من الناحية الفقهية، في بعض الفلاسفة يتفلسف شوية، يقول من الناحية الفقهية أن زيارة الحسين مستحبة، والابقاء على النفس واجب، انك تبقي على نفسك تدفع عنها الضرر. هذا صحيح في الايام العادية يا اخوة، لكن اذا صار موقف الاسلام وانتصار الاسلام يتوقف على زيارة ابي عبد الله الحسين، وعلى انك تنصر الامام الحسين وتذهب الى زيارة الحسين وتقول لبيك داعي الله، ان كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري، هنا تضحية. الامام الحسين له مكانة عند الله، له مكانة في الاسلام، له فضل على العالم اجمع. فالامام الهادي كان يركز على زيارة ابي عبد الله الحسين. الان انتم على مقربة من الحسين، يعني بينكم وبين كربلاء مرمى حجر، الحمد لله، طريق مفتوح معبد لطيف، تركب سيارتك وتروح لزيارة الحسين في ال40. لازم تتحركون تروحون لزيارة الحسين ان شاء الله. واذكرونا بالدعاء عند ابي عبد الله الحسين. بعد ذلك تذهب لزيارة النجف الاشرف، تذهب الى الكاظمية، تذهب الى سامراء. صورت هالمدن المقدسة، هالبلاد الطيبة اللي طيب الله ثراها وترابها ببركات اهل البيت، تذهب هناك تطوف حول ضريح ابي عبد الله الحسين وتتذكر الامام الهادي. يلتفت الى ابي هاشم الجعفري يقول يا ابا هاشم ابحث عن من يذهب لزيارة جدي الحسين، اعطيه هذه الصرة من المال وليدعو لي هناك دعاء، احتاج دعاء، لان الدعاء تحت قبة الحسين مقبول ومستجاب، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. فالمتوكل كان اولا يلاحق العلويين، يلاحق ابناء علي وفاطمة، يملأ السجون بهم، يضربهم، وبنفس الوقت الامام الهادي والامام العسكري كلاهما
نطلق عليهما العسكريان. لماذا؟ لأن المتوكل أسكنهما في منطقة عسكرية، يعني سجن الإمام، بيت الإمام كان بالسكنات العسكرية. كيف؟ منطقة اسمها عسكر، يعني عسكر السلطان. يعني الإمام الهادي كان مسجون في عسكر السلطان، الإمام الحسن العسكري كان مسجون في عسكر السلطان، الإمام الجواد قبلهم كان مسجون ولكن عند المعتصم في داره. لذلك هالأئمة الثلاثة، الإمام الجواد والهادي والعسكري، إذا تلاحظون الفكر الإسلامي يأتي منهم من خلال الكتابة. كتب الإمام يقول، ما عندنا قال الإمام إلا قليل أنه يخطب. لماذا؟ لأنهم منعوا الناس أن يتصلوا بالإمام الهادي، منعوا الناس أن يتصلوا بالإمام العسكري سلام الله عليه. فصار اللي عنده سؤال يكتب السؤال في ورقة ويقدمه، حتى تشوف الظالمين وتشوف المتوكل كيف كان يعيش. عند ابن السكيت معروفة هاي، لأن الليلة وقتها أذكرها ولا أنتم سامعين. للمناسبة ابن السكيت رجل عالم أديب نحوي يحب أهل البيت، حافظ حديث النبي وأحاديث النبي: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، كل الأحاديث حافظ. فكان يؤدب ابني المتوكل المعتز والمعتمد، أبناء اثنين عنده، تركهم لابن السكيت يربيهم، يعني يؤدبهم. ذات مرة جاء من ينقل الخبر للمتوكل أن ابن السكيت هذا المعلم اللي عندك يحب الحسن والحسين. شوف الجريمة، الجريمة أنه يحب الحسن والحسين. المتوكل العباسي في مجلس كبير سأل ابن السكيت قال: أيما أحب إليك، ولداي هذان أم الحسن والحسين؟ ابن السكيت عرف المسألة كلها، لا موقف الشجاعة. قال له: والله قنبر خادم الحسن والحسين أفضل منك ومن ولديك هذين. قنبر، شوف قنبر هذا الزنج الأسود اللي من أفريقيا جاي ويخدم الحسن والحسين كثير أفضل منك ومن ولديك. لا تتصور أني أنزل إلى هذا المستوى أقول لك الحسن والحسين أبدا. وفي رواية أخرى قال له: لشسع نعل قنبر خادم الحسن والحسين أفضل عندي وعند الله منك ومن ولديك هذين. شنو فضلك أنت؟ إنسان غارق بدماء الأبرياء، ظالم سفاك مجرم، شنو قيمتك حتى أنا أجيب الحسن والحسين عليك؟ على أي أساس؟ قال: عجيب هكذا. فالتفت إلى من حوله قال: أخرجوا لسانه من قفاه. لأن تجرأ فأخرجوا لسانه من قفاه. لكن بقي ابن السكيت في القلوب. المتوكل العباسي وين راح؟ لا. وبعد المتوكل العباسي وأمثال المتوكل جاءت أوراق للمتوكل تقول له أن الإمام الهادي على الرغم من وجوده عندك وتحت عسكرك وتحت سيطرتك إلا أنه يجبى إليه المال والسلاح وعند نية سوء ضدك. المتوكل كان سكرانا ذيك الليلة، فأرسل سعيد الحاجب قال: يا سعيد. قال: بلى. قال: اهجم على علي بن محمد في داره الليلة واتني به مكبل بالحديد على الحالة اللي هو موجود فيها، وفتش البيت وتعال. سعيد الحاجب يقول هذا الكلام في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في الهزيع الأخير من الليل. هو ما يقول الساعة الثانية، بس هذا معنى كلامه، يقول في الهزيع الأخير من الليل. أنا حملت حالي ومعي بعض الشرطة الجند وأخذت سلما درج وضعته على الدار، تسلقت دار الإمام الهادي فنزلت نصف الليل على الدرج، لكن البيت أظلم فتحيرت. يقول أنا واقف متحير ما أدري ماذا أصنع، وإذا أسمع صوت الإمام الهادي من وسط الدار يقول: يا سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة. شوف طريقك فيها. الله أكبر. يقول: بقيت فما لبثت أن آتوني بشمعة. أخذت الشمعة تطلعت وإذا الإمام سلام الله عليه جالس واضع سجادة على حصير بسيط ومقبل مستقبل القبلة ويصلي صلاة الليل. كان يدعو الله سبحانه وتعالى، يصلي ويقرأ القرآن ودموعه تجري. التفت إليه قال: يا سعيد دونك البيوت ففتشها. البيوت يعني الغرف.
يقول فتشت البيوت فما وجدت فيها شيئا. قلت له سيدي هذا أمرني بأن أشخصك إليه، الآن تطلع معي؟ قال أنا حاضر. يقول أخذته على الحالة اللي هو فيها فأدخلته على المتوكل. المتوكل كان يشرب خمر، ذكرت لكم هناك بسلوى، تذكرون المناسبة ها؟ أدخله، لكن ما ذكرت لكم هالتفاصيل هذه. جاء بالإمام الهادي وأدخله على المتوكل. متوكل كان يشرب خمر، قال لسعيد الحاجب كيف وجدته؟ أين وجدته؟ قال أين وجدته؟ وجدته مستقبل القبلة يقرأ القرآن ويبكي ويصلي. فقدم كأس من الخمر إليه. ما لنا والقرآن وقراءة القرآن يا سعيد؟ يقول له سعيد ما لنا وقراءة القرآن، احنا لازم نمضي الليالي بشرب الخمر والرقص والطرب. قدم الخمر للإمام. الإمام قال تنحى عني، والله ما خامر لحمي ودمي وعظمي قط، وإنما أقسم. ليش؟ لأن الحاضرين كانوا منافقين حول المتوكل. فقرأ له الأبيات الشعرية التي قرأتها لكم والليلة أذكركم فيها، لأن بعض الناس كاتبين لي هاي الأبيات حلوة كثير أثرت في نفوسنا، لعل الله يجعل فيها خير. وهي المناسبة أيضا هذا كاسيت وشريط خاص بالإمام الهادي. قال اقرأ لي شعرا، انشدني من الشعر. قال إني لقليل الرواية للشعر ولكن أقرأ لك هالشعر. قال الملوك الذين كانوا قبلك بنوا قصورهم على قلل الأجبال، على القمم، فما أغنتهم القمم. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل. واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين النفوس أو أين الخدود التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. وطالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين، وانتقلوا أضحت مساكنهم قفرا معطلة، وساكنوها على الأجداث قد رحلوا. طبعا الإمام عندما يتحدث يؤثر حتى بالصخر الصم الصلع. فبكى المتوكل وقال أزعجناك يا ابن رسول الله، عد إلى دارك مكرما معززا. بعد مرور أيام المتوكل يصاب بمرض يعجز عنه الأطباء، فجاءوا للإمام الهادي. فتح بن الخاقان قال للمتوكل سل علي الهادي، سله لعل عنده الإجابة والعلاج وما يضرنا. فجاءوا للإمام الهادي قالوا سيدنا هذا المتوكل مريض والآن على وشك الموت، يريد علاج، عندك علاج تعطيه؟ قال بلى، هذا العلاج. شوف النصيحة، لعله ممكن هذه باب هداية إله، لكن طبعت قلوبهم، طبع الشيطان عليه. أعطاه العلاج فشفي، تماثل للشفاء. أم المتوكل أرسلت، كانت ناظرة نذر، أرسلت صرة فيها 10,000 دينار للإمام الهادي، مختومة باسم أم المتوكل. الإمام خليها بالدار. بعد مرور فترة أيضا سعيد الحاجب يقول أمر المتوكل أن أهجم على بيت الإمام وأفتشه. يقول هجمت عليه نصف الليل، شفت هاي الصرة موجودة، أخذتها، كبسناهم، هاي جبت فلوس. قال هاي الفلوس جبتها وياه. قال عجيب، هاي فلوس عنده كم؟ قال 10,000 دينار. فتحها فرأى ختم الخاتم يعني مختومة باسم أمه أم المتوكل. أرسل عليها فجاءت. قال ما هذا المال؟ لماذا أعطيته لعلي بن محمد الهادي؟ قالت يوم مرضت أنت أنا نذرت لعلي الهادي إن شفيت من مرضك أعطي 10,000 دينار نذر، وأرسلت له هذا النذر. فسكت المتوكل وأرجع المال وأرجع معه أموال أخرى واعتذر من الإمام. المنافق يسيء ويعتذر دائما، المؤمن لا يخطأ ولا يعتذر، وإذا أخطأ فالخطأ ما لا يكون بسيط جدا. ماذا أنقل لكم يا إخوة عن حياة هذا الإنسان العظيم؟ بالله عليكم، أبو هاشم الجعفري
يقول الإمام الهادي كان يتحدث عن علم البيئة والمناخ، وهذا العلم الآن خرق، يعني من قبل 50 سنة علم تلوث البيئة والمناخ. قبل 1250 عام الإمام الهادي كان يبحث هذا الموضوع. يلتفت إلى أبي هاشم الجعفري يقول: يا أبا هاشم، أنا إنما أخرجت من مدينة جد رسول الله كرها، والآن لو أخرجت من سامراء فأخرج منها كرها لأني أحببت سامراء. أبو هاشم الجعفري يقول: كيف أحببتها سيدي؟ قال: أحببت سامراء لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. هذا حقيقة الحديث من أعظم الأحاديث في علم البيئة والمناخ. الإمام الهادي تناول هذا الموضوع، تناول هذا العلم وشرحه لأبي جعفر، لأبي هاشم الجعفري، وهو واحد من تلامذته. وبعدين لاحظ الدقة: أحببت سامراء لطيب هوائها. الهواء الطيب دائما يصحبه الماء العذب، وعذوبة مائها، فلما يكون الهواء طيب وليس فاسدا والماء عذبا الأمراض تنتفي هنا، نتيجة لمقدمة، مقدمة لنتيجة. وقلة دائها يعني ما فيها مرض لأن الجو نظيف. الآن تعرفونها الدخان، هذا دخان السيارات والمصانع والمعامل، يفتك بالحضارة. هاي الحضارة الآن الحضارة الحديثة يفتك بها فتك ذريع. الدخان هذا يدمر الإنسان. توقف الكليتين من دخان السيارات تشوفوا أمامكم، خصوصا بعض السيارات اللي تعطي دخان كثير، يعني واحد يحافظ من هذا الدخان. الدخان مضر جدا، وحتى السجائر نفسها مؤلمة ومدمرة للإنسان. لكن دخان المصانع والمعامل والسيارات والنفاثات والبترول اللي يحترق ويحرق هذا يلوث البيئة، وله علاج، لكن علاجه في الإسلام وليس في الحضارة المادية. الحضارة المادية تلهث وراء المال بس، ليس أكثر من ذلك. يقول: أحببتها لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. أبو هاشم الجعفري يقول: أنا أحدثه، هو يتحدث عن البيئة وجمال المناخ والجو الطيب وكيف الإنسان ينطلق في هذا الجو. فجاء صبي من صبيان الإمام، طفل صغير بيده وردة قدمها للإمام الهادي. لاحظ المشاعر، شوف الإمام كيف يحفظ مشاعر هالطفل هذا. وردة قدمها للإمام الهادي. أبو هاشم الجعفري يقول: رأيت الإمام أخذها، تناولها، قبلها، ثم وضعها بين عينيه، ثم شمها فناولنيها. قال: يا أبا هاشم، قبلها وضعها بين عينيك. يقول: قبلتها ووضعتها بين عيني، فقال لي: يا أبا هاشم، من تناول وردة فقبلها ووضعها بين عينيه وصلى على محمد وآل محمد كتب الله له من الحسنات بعدد رمال الصحراء، ومحى عنه من السيئات مثل ذلك. شوفوا هذا الحديث على صغره، أي شيء فيه. أولا الإمام يحترم مشاعر هذا الطفل الصغير. طفل اجى قدم لك هدية، لازم تحفظ مشاعره وتحترم مشاعره، لأن احترامك إلى تحفظ شخصيته في المستقبل. يضاف إلى ذلك أنه قبلها، يعني هدية أخذها من يد طفل فقبلها وضعها بين عينيه، شمها، ثم قدمها لشريكه. هناك صديق رفيق جالس معه أشركه في الأمر. وبعد ذلك يربط الصلوات والعبادة بهذا الجو، جو براءة الطفولة والورد والعطر الجميل والجو المريح. يعني يحاول أن يقدم صورة الإسلام من خلال هذا الجو. لاحظ عبادته في الليل ودعاؤه وبكاؤه ينعكس على هذه الصورة. عندما يصلي الواحد منا بالليل لازم يكون رقيقا حتى مع هذا الطفل الصغير إذا تقدم إليه، يبين له الإسلام من هذا الجانب، من خلال هذه الجانب. فبقي الإمام هناك في داره، ثم بعد ذلك المتوكل العباسي ألقاه في السجن 3 مرات، سجنه
وبقي مسجونا إلى أن قتل المتوكل العباسي. أخرجه من السجن فترة، أراد أن يؤذيه. واحد من موالي الإمام سمع الإمام يقول: قل تمتعوا في داركم 3 أيام. ذلك وعد غير مكذوب. فرجع نقلها إلى أحد الشخصيات هناك في سامراء، قال: أنت سمعت هذا الكلام من سيدي؟ قال: بلى. قال: بعد 3 أيام المتوكل العباسي ما يعيش. خلال 3 أيام يلقى عليه بلاء، وإذا هو ووزيره الفتح بن الخاقان دخل عليهم مجموعة من الأتراك وهما في الحمام أو في غرفة على روايتين، فقطعوهما بالسيوف إربا إربا، وجابوا المنتصر ابنه أجلسوه في مكانه. هذه حياته. لما جاء المنتصر الإمام الهادي حصل على فرصة. المنتصر ما صار يضغط على الإمام الهادي، لأن شاف المتوكل كيف كان. طريق زيارة الحسين فتح، صاروا الناس يذهبون لزيارة الإمام الحسين. أعطاهم شيء من الحرية، وحقيقة الحاكم العاقل هو الذي يعطي حريات لشعبه، لأنه الشيء الذي يبقى الحكام في قصورهم وفي أماكنهم هي الحرية للشعب، لأن الحرية تعطي ثقة، تربط الثقة بين الحاكم وبين الرعية. المعنى اللي أشر للإمام أمير المؤمنين في كتابه لمالك الأشتر، قال: يا مالك وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والحنان لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهنا بدأ الإمام الهادي سلام الله عليه يعيد رحلته السابقة في المدينة، لكنه بقي في سامراء. بدأت مجالسه ومحاضرات الإسلام والفكر الإسلامي ينشرها على رواد العلم، وهؤلاء الذين يتقاطرون من كل مكان يسمعون حديث الإمام سلام الله عليه. فيبدأ من القلوب، يقول لهم: الإيمان ما وقرته القلوب، كما قلنا في بداية المحاضرة إذا تتذكرون، وصدقته الأعمال. فيطالب الناس بأن المسلم في الحقيقة يتحرك الإسلام بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحت رجليه، يشوف كل شيء يحيط به هو الإسلام. وجعلني مباركا أينما كنت. بعد ذلك الإمام يصف مجموعة من الناس، يقول لهم: هؤلاء ابتعدوا عن الله فهانت عليهم نفوسهم، لأن الذي يبتعد عن الله لا يعرف قيمة لنفسه. ثم يقول: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. اللي تهون عليه نفسه لا تأمن شره، لأن ما يعرف قيمة. يبيع نفسه بالتافه، يبيع نفسه بثمن بخس، دراهم معدودة. أنا من شره. قالوا الحديث مرسل أيضا منك مسند من جده الحسين سلام الله عليه، قال: لأن النفس لا ثمن لها إلا الجنة، فلا تبيعوها بغير الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله اشترى من عندك. أنت عندما تؤمن يعني خلص البيع انتهى. لما تؤمن بالله خلص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن الجنة، البائع والمشتري المؤمن والله سبحانه وتعالى، والبضاعة هي النفس والمال. ومن كان بخيلا بماله فبنفسه أبخل. اللي ما يعطي المال في سبيل الله وما يحرك نفسه، هذا على نفسه تنتظر أنه مثل ذاك اللي كان يقعد بمجلس الحسين ويقول: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، وبعدين بالليل شاف نفسه في كربلاء. سامعيها قصة معرة عليكم لأن ما تصير ما تسمعون. هذا كل ما يقعد في المجلس شوف الهواء لطيف وكذا وجالسين. يا أبا عبد الله والله لو كنت أنا موجود ما أخلي أحد يسبقني أبدا. وإذا هو نايم ويشوف نفسه في كربلاء والإمام الحسين واقف ينادي: ألا هل من ناصر؟ قال له: يا فلان تفضل، أنت دائما تقول يا ليتني كنت معك. قال: والله يا ابن رسول الله أنا ما عندي لا فرس ولا سيف ولا درع ولا رمح، اسمح لي. قال له: الفرس موجودة والدرع موجود والرمح موجود، تفضل هذه.
هذه خذها بيدك. ركب على الفرس واخذ الرمح والدرع وكذا، استقبل القوم، شاف السهام تأتيه كرشق المطر، سهام حديد، يجي السهم من هالجهة حتى يتخلص من عنده يلتفت لهالجهة هذه لكن بسرعة. هو وين نايم؟ على السطح على سرير حديد، وزوجته المسكينة نايمة الى جانبه، فهذا بين مرة ومرة يضرب رأسه وين؟ على جدار السرير، فيشج رأسه من هالجانب هذا، وبعد ما طالع من النوم لأنه الحلم قوي جدا مشدود إليه، فكل ما يأتيه سهم من هالجانب بعدين فكر أحسن طريقة أنه يقفز من الفرس، يطفر طفرة ويترك الحسين وكربلاء ويشرد، فقفز قفزة وإذا هو تحت والسرير عليه صاير فوق السرير. فجاءت زوجته تبحث عن زوجها، خير إن شاء الله، وين؟ قال لها كنت بكربلاء. لا اله الا الله. قالها كنت بكربلاء والقصة هالشكل، تبين مش لقلقة لسان المسألة مسألة موقف، لازم واحد مهيئ، لا حقيقة من الآن فصاعدا أهيئ نفسي للتضحية، أهيئ نفسي للعطاء، أهيئ نفسي للبذل. هاي القصة واقعية ترى اللي نقلت لكم اياها، حقيقة يعني حدثت، وأصبح هذا الإنسان من أقرب الناس إلى أهل البيت، سبحان الله. يعني هذه أيضا هداية، كل شيء له علاقة بالحسين رحمة وهداية والله، حتى هذا الطريق. فالإنسان يجب أن يهيئ نفسه، يهيئ نفسه بالإيحاء، يوحي إلى نفسه أنه أنا إنسان مؤمن، أني أعمل الخير، أني أبذل الخير، أني أساعد الفقراء، أني أغيث الملهوفين، أقضي حوائج الناس. تعرف الإمام الهادي ماذا يقول؟ الإمام الهادي يقول ليس هناك عبادة أفضل من إدخالك السرور على قلب أخيك المؤمن. يقول في يوم القيامة إذا قامت القيامة يخرج الإنسان المؤمن من قبره فتستقبله حوراء، لو أطلت على الدنيا لمات أهل العالم من الدهشة لجمالها. يقول لها من أنت؟ تقول أنا السرور الذي أدخلته على قلوب المؤمنين في الدنيا. السرور اللي دخلت على قلوبهم، قضيت حوائجهم، واحد عنده حاجة قضيت حاجته، فرحت قلب إنسان، دفعت الألم والأذى من إنسان. هو هذا الإيمان، هو هذا الإسلام، هو هذا الإسلام. فيجب أن نفرج كرب المكروبين، نغيث الملهوفين يا أخوة، نتفقد الفقراء والمساكين. صدقوني حتى هنا عندكم في هذا المجتمع هناك أناس حسر عليهم، يعني ما أريد أن أقول بصورة صريحة، لكن هناك أناس بأمس الحاجة إلى المساعدة له. وأما إذا خرجتم إلى دول أخرى وإلى بلاد أخرى وإلى العالم، الإحصائيات تقول 1,000 مليون إنسان في كل ليلة ينامون من دون عشاء، وهناك 1500 مليون إنسان، هاي منظمة اليونسكو تقول، لم يعرفوا طعم الشبع أبدا، ما يعرفون الشبع شنو معناته، يعني ما شبعانين أصلا. يشهد الله أنا رأيت شاب يدرس في جامعة لومباشي في أفريقيا الوسطى في الجزائر، شاب يدرس بالجامعة، شاب مسلم مؤمن وعصامي، هذا حقيقة فاجأني أمره، رأيته نشطا ومتوجه. كانت عندي محاضرة في كلية الطب هناك في الجامعة، فهذا الشاب كان حاضر في الجامعة، قال لي أنا أمشي في كل يوم 2 مشيا على الأقدام حتى أصل إلى بيتي، وأرجع 2 للجامعة، لأني ما أملك القرش للوسيلة للنقل للسيارة حتى أركبها. قلت حقيقة أنت إنسان عظيم. فأراد أن يقول شيء، سكت، هو أراد أن يكمل حديثه، رأيته سكت وأخذه الخجل. كان أستاذه واقف إلى جانبه، أستاذ عنده موجود، قال أزيدك يا شيخ أن هذا الشاب لا يأكل في الأسبوع سوى 3 وجبات فقط وهو يواصل دراسته. لحظة. وإذا ذهبتم إلى الهند، خلي واحد من التجار في اليوم يتحرك، يروح لأفريقيا، يروح للهند، يروح للعالم، يشوف. إذا ذهبتم إلى الهند تجدون مدن كاملة من أبناء رسول الله كلهم سادة.
فتيات علويات ما تملك ثمن الطعام تضطر ان تبيع نفسها $20. حديثنا كل اللي نحكي وكل المجالس وكل مساجدنا وآذاننا وقرآننا اللي نسمعه بالإذاعات وبالتلفزيون، كل هذه الأمور لا قيمة لها عند الله إذا لم نتفقد أحوال المسلمين في العالم. كل هذه الأمور لا قيمة لها عند الله إذا لم نتحفز لنشر الإسلام، لأن الإسلام يخلصهم من الظلام، يخلص الناس من الفقر، يخلص الناس من الجهل، يرشدهم. وإلا لماذا العالم كله يجري المسيحية والصهيونية والشيوعية والماوية؟ جماعة ماو ستونغ يأتون إلى أفريقيا يعيشون بالأحراش تحت لسع البق ولدغ العقارب وينشرون أفكار ماو ستونغ، وإحنا ما عندنا مبلغين في أفريقيا ينشرون فكر الإسلام وصوت محمد إلى العالم. لماذا؟ ما عندنا تجار ولا إحنا فقراء؟ نحن أكثر الناس غنى في العالم، ما في أحد بالعالم يملك أموال كما نملكها نحن، ولكننا متأخرون. لماذا التأخر؟ لماذا لا نحرك نفوسنا يا أخوة؟ لماذا لا نبذل عطاء، انفاق، حقوق شرعية؟ هذا الكلام ما تسمعوه، لأنه أغلب الخطباء مع احترامي لهم وأتشرف بأسمائهم ما يتحدثون مع الناس بهذا الأمر. لماذا؟ والله هذا الخطيب يخجل من الناس. تخجل من الناس؟ والله أحق أن تخجل منه. الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يقول خذ، يقول لك أخذ، يعني يأمرك بالأخذ من الناس، كما تقول لهم صلوا حجوا صوموا، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لازم نتحرك أيها الأخوة، التجار، المؤمنون، النساء، رجال، يجب أن نتبرع بكل ما نملك. ما أقول كل ما عندنا نعطيه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه فرصة، هذه أيام عظيمة تمر علينا لإغاثة الفقراء، لنشر الإسلام، لفتح المشاريع الإسلامية، لفتح المؤسسات في العالم، لطبع الكتب، لنشر السيرة النبوية وفكر أهل البيت. هذا معنى الإسلام. وإلا أنا أقرأ وأكمل وأنتهي الحمد لله طيب الله أنفاسكم أحسنتم مولانا وانتهى كل شيء، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سامع. وكلنا نسمع أهل البيت كيف ضحوا، الإمام موسى بن جعفر 20 سنة بالسجن، كل هالقضايا تمر علينا، كلهم بين مقتول ومسموم، ما منا إلا مقتول أو مسموم. وهذا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يدفعنا للعمل، يدفعنا أن نلتفت. كنت في الغامبيا، جمهورية الغامبيا في أفريقيا، في طريقي إلى السنغال. السنغال دولة أفريقية مجاورة إلى الغامبيا، فأريد أن أعبر. هناك موجود مثل الخليج تقريبا، خليج قليل يعني ليس كبيرا وإنما صغيرا، هناك عبارة تعبر الناس. فكنت أركب هاي العبارة من الغامبيا، صلينا صلاة الجمعة بالمسلمين واجتمعنا معهم، وكان هالمسلمين يحتفون حقيقة كأنما أقول للأصدقاء هاي الحالة دائما أذكرها، مثل عطشان بالصحراء ومستقبله بكوز ماء بارد. هذه أذكر لكم إياها حتى ما تنسوا. ملتفين ويبكون. الآن صليتم وانتهت صلاة الجمعة، وبعد ما ألقينا الخطبة وصلاة الجمعة انتهت، وهؤلاء يطلعون عليك ويبكون، دموعهم تجري. ذكرتمونا، جئتم إلينا، اذكرونا حتى الله يذكركم، لا تقطعوا فينا، نحن نحتاجكم، نحتاج أن نسمع هذا الصوت، نحتاج أن نعرف عن رسول الله وعن الإسلام. المبشرون هنا أخذونا في كل مكان، في كل اتجاه. تعالوا أيها العلماء، أيها المشايخ، أيها المثقفون، أيها الجامعيون، تعالوا إلينا. هذا نداءهم، يشهد الله أنقله لكم لأني مسؤول أمام الله. فأراهم يبكون. بعد ذلك طلعت، ركبت بهاي العبارة، وين؟ رايحين إلى السنغال. بالسنغال في الطريق قبل أن أبدأ أصعد بالعبارة رأيت أطفال صغار لا يتجاوز كبيرهم السنة الثامنة، في سن الثامنة، والبقية إلى 5 سنين، عليهم أسمال بالية، ملابس رقيقة،
تبدو عليهم رقة الحال، أطفال صغار ممكن 10 أكثر من 10. فأنا واقف شافوا هذا الزي عمامة وجبة، التفوا حولي، لكن حالة انكسار كانت عندهم. فأنا التفت إليه، كان معي شخص يقول مولانا العبارة راح تروح. قلت له أرجوك خلي هاي العبارة تعبر وإحنا نروح بالثانية، خليني مع هالأطفال أحب أتكلم معهم. قال لا بأس. فبدأت أتكلم معه، هو يترجم لي لأن يتكلمون اللغة السواحلية، ما يعرفون إنجليزي حتى أحكي معهم إنجليزي مثلا ولا عربي، يحكون سواحلي. هذا الرجل تاجر من تجار لبنان هناك، إنسان طيب، فصار يترجم لهم الكلام. قلت سلهم عن أسمائهم. أسمائهم هذه التي حفظتها ولن أنساها أبدا. شوف، أول واحد اسمك؟ قال اسمي محمد. هم هكذا واقفين. الثاني، الثالث، الرابع، أحمد، مصطفى، علي. بعدين 3 بنات فيما بينهم، واحدة عمرها 4 سنين و2 على 6 سنين واقفين. اللي من 4 سنين حكت بصعوبة. قلت لهذا هاي ماذا تقول؟ قال تقول اسمي زينب. أنا سمعتها تقول زينب، زينب على لهجتها يعني. اسمي زينب. الثانية خديجة، الثالثة فاطمة. بعدين أطفال 2 إلى جانبهم موجودين، واحد اسمه موسى والثاني اسمه صادق. قلت لهم أنتم ماذا تصنعون هنا؟ هو يترجم. قال احنا موجودين هنا، بعض الناس اللي يركبون نقرأ لهم قرآن. قلت انتم تعرفون تقرون قرآن؟ اللهم اشهد اني قد بلغت امام هالجماهير هذه بالكويت وكل العالم تسمع. تعرفون تقرؤون القرآن؟ نعم. حافظين من جزء عامة سور عديدة، اكثر جزء عامة حافظيها هؤلاء الاطفال الصغار، واحنا اطفالنا ما يعرفون اسم جزء عامة. طبعا مو كل اطفالنا تعرف ماذا اقصد انا بكلامي يعني. فبدأوا يقرؤون القرآن. اول مرة قرأوا لي سورة الحمد. الله يعلم يقرؤون سورة الحمد والدموع تجري. الآن أنا ماسك نفسي يعني، الآن أنا أتشجع أني ما أتأثر، بس أنقل لكم الكلام. لكن لما كنت أمامهم وجدت نفسي أجهش في البكاء. من يصدق هذا المنظر يا إخوة؟ في الجامبيا على خليج ممتد من ساحل البحر، أطفال 8 10 صغار فقراء يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن من أطفال المسلمين هناك في أقصى الأرض. من يصدق هذا الكلام؟ هذول إذا لم نحفظهم ولم نحرسهم بعد ذلك يأتي الشيوعيون يأخذونهم، جماعة ماو سي تونغ يأخذونهم، المبشرون النصارى يأخذونهم منا. وعلى من المسؤولية تقع على التجار. لذلك عندما أنادي أقول أيها الأخوة علينا أن نتبرع، أن نتحرك، أن ندفع الحقوق، أن ندفع كل ما نملك في سبيل نشر الإسلام وإغاثة هؤلاء الملهوفين، ونشر الإسلام وتعاليم الإسلام في العالم، خصوصا اليوم لأن الإسلام يتعرض لحملة شعواء لتشويه الإسلام وتزويره. فودعتهم وركبت. حتى أذكر لما كنا رايحين هاي العبارة تمشي وهالحيوان هذا الدلفين، دلفين شايفيه؟ يمكن 20 واحد من هالجانب و20 واحد من هالجانب في رقصة واحدة إلى أن عبرونا ذاك المكان. هذا واحد يقول لي هؤلاء يرقصون، قلت له لا، هؤلاء يصلون، لأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هؤلاء يسبحون الله ويقدسونه. فالإذن الإمام الهادي سلام الله عليه يريد أن يعلمنا الإسلام هكذا، على الهواء الطلق، على الروائح العطرة، على الأسلوب الصحيح، على إغاثة الملهوفين، على نشر الإسلام، على أنك تحمل الحب لكل الناس، على أنه من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا منطق أهل البيت. ولذلك نتحدث عن 14 معصوم هذه الليالي لنتأثر بحياتهم وننشد إليهم. فالظاهرة الكبرى اللي موجودة في حياة الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام
هو ظاهرة التركيز على زيارة أبي عبد الله الحسين، لأن الإمام الهادي يعتقد أن زيارة الحسين هي التي تعمق الإيمان في قلوبكم. يقول الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال. وهذه الأيام الليلة ليلة الأول من شهر صفر، أو اليوم الأول من شهر صفر في غرة صفر. معنى ذلك أن أهل البيت دخلوا الشام اليوم أو الليلة، لأنهم دخلوا في أول يوم من شهر صفر. فتصور دخولهم وفكر فيهم كيف دخلوا. فكر بزينب العقيلة. زينب، سألني رجل من الشام قال من زينب؟ قلت تسأل عن زينب؟ فقط فكر في نطفة طاهرة لعلي أمير المؤمنين استقرت في أطهر رحم في الكون، في رحم فاطمة الزهراء. فكر أن زينب 9 أشهر في رحم أمها فاطمة، وأرضعتها حولين كاملين. اللي ترتضع حليب الزهراء شلونها تطلع. ثم فكر أن زينب كانت في حجر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زينب عاشت في حجر جدها رسول الله 6 سنوات. 6 سنوات، لأن يوم وفاة النبي كان عمرها 6 سنين، وهي مع أمها فاطمة مع أخيها الحسن والحسين، ففي حجر جدها النبي، وكان يزقها العلم زقا. بعد ذلك في حجر أبيها علي أمير المؤمنين، تتنقلها حجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، تتنقل بين فاطمة وعلي وجدها رسول الله. ثم بعد ذلك زينب مع أخويها الحسن والحسين. ثم بعد ذلك الإمام السجاد يقول لها عم زينب أنت عالمة غير معلمة، وفهم غير مفهمة. هاي شهادة لها أنها عالمة، هذه زينب. أما زوجها فعبد الله بن جعفر الطيار. جعفر الطيار أخو الإمام علي، إنما سمي بالطيار لأنه في سبيل الله في الجهاد قطعت يمينه وشماله، فأعطاه الله جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، فسمي جعفر الطيار. هذا فقط عند أهل البيت، خاصية له. ابن جعفر الطيار عبد الله أكرم الناس وأشجع الناس سائر الناس، تزوجها. فتصور شلون بنت كرماء وزوجها كريم وهي كريمة، لذلك الذي يأمها في حاجة لا تخيب أمله، ما تخيب أمله. بعض الناس يجون من جنوب لبنان، عندهم من كل مكان للسيدة زينب في الشام، يطلب منها حاجة تعطيه. دخلت حرمها الشريف ليلة النصف من شعبان قبل 2 سنين، رأيت طفلة صغيرة عمرها 7 سنين مربوطة للضريح وهي مشلولة. الزوار الناس قسم يدوس على رجليها لشدة الزحام، فأنا وقفت أدفع الناس عنها. سألتها ما اسمك؟ قالت اسمي زينب. قلت لها زينب وجاية لزينب؟ قالت أنا جاية عند الست. ماذا عندك؟ قالت مولانا أنا مشلولة وعلاجي عندهم، هي تعطيني علاجي إن شاء الله وأنا أطلع من عندها. وين؟ في بعد منتصف الليل. حقيقة اتجهت إلى السيدة زينب، قلت سيدتي بحق أمك فاطمة لا تكسري قلب هذه الطفلة المسكينة، طفلة مسكينة هذه مشلولة، وأنتوا لكم مكانة عند رب العالمين، لكم مكانة عند الله يا زينب. أنت اللي دخلت الشام والحبال مربطة بالحبال، يمكن تطلبين من الله ما تطلبين الله يعطيك. وبالفعل الله تبارك وتعالى أعطاها هذه الطفلة. والناس والعالم قضايا كثيرة تذكر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والإيمان أيها الأخوة فوق البرهان. الإنسان كل ما يحب أهل البيت ويعتقد فيهم أكثر يأخذ منهم أكثر، هذا شيء طبيعي، واللي ما يعتقد فيهم ما يأخذ منهم. فتصور زينب كريمة بنت كرماء، وزوجها هذا الكريم، وأبوها يوم من الأيام علي بن أبي طالب يحكم الكرة الأرضية كلها. هذه بنت علي. النساء الكوفيات إذا واحدة منهن رأت زينب
كانت تفتخر على أترابها وقريناتها، تقول أيتكن مثلي، اليوم أنا رأيت زينب وسلمت عليها، وإذا هالعزيزة نفسها مربوطة بحبل من عضدها إلى عضد الإمام زين العابدين، وأدخلوهم الشام بأي حالة بأي شكل. وتعرف الأخت علاقتها مع أخوها زينب لما تنظر إلى رأس أبي عبد الله الحسين كيف تتحدث مع رأسه، كانت تجود بنفسها بأبيه وأمه، وتحفظ أطفال أخيها من الضياع، وشايفة المصائب أمامها. وخطبتها اللي ألقتها في مجلس يزيد تحولت كلماتها إلى أحجار ملتهبة على رأس يزيد وعلى رؤوس الطغاة والظالمين، فكانت منكسرة بأبي وأمي. لذلك لما رجعوا إلى المدينة زينب أول شيء عملته ذهبت إلى جدها رسول الله، وتبعتها سكينة. عما إلى أين تذهبين؟ قالت لها بني سكينة أنا ذاهبة لجدك رسول الله أشكو له حالنا. أخذت عضد الباب، أخذت مقبض باب المسجد النبوي ووقفت على قبر جدها رسول الله، قالت يا جداه يا جداه أنا جئت إليك ناعية أنعى أخي الحسين حبيب قلبك قتلوه يا رسول الله، قتلوه عطشانا، هؤلاء أطفاله يتامى معي. وأما سكينة لما رأت عمتها زينب تخاطب الرسول هكذا جئتك ناعية لأخي أبي عبد الله الحسين، صاحت سكينة يا جداه يا رسول الله أشكو إليك ما ألم بنا من البلاء. ثم قالت يا رسول الله وحق الذي أرسلك بالحق نبيا ما رأيت ألعن ولا أصدق من يزيد بن معاوية ولا أكفر منه، رأيت رأس أبي الحسين بين يديه وكان يضربه بسوط في يده ويقول ذق يا حسين من هذا الضرب. أما الإمام السجاد فضرب الخيام خارج المدينة وأرسل بشر بن حذلم ينعى. بشر بن حذلم كان أبو شاعر الإمام السجاد، قال ادخل المدينة وانعى أبي الحسين. يقول بشر فركبت فرسي ورفعت علما أسودا واتجهت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لما وقفت هناك ناديت، رفعت صوتي بالبكاء والنحيب وناديت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول بشر خرج الناس صغار وكبار، يقول اللي ألم قلبي طفلة للحسين اسمها فاطمة العليلة. هذه الطفلة كانت جالسة في بيتها في دار أبيها الحسين تندب أباها الحسين ليل نهار، يابا وين الله وين الله، ويرد الوالي ليه يرد سالم من أرض الغاضرية. يقول لما نظرت إليها أخذتها معي إلى أخيها الإمام زين العابدين محمد بن الحنفية، كان في داره لما سمع الصيحة سأل ما الخبر، ما أحبوا أن يخبروه بمقتل الحسين، قالوا رجع أخوك الحسين إلى المدينة. وتعرفون المدينة كانت مصابة بألم شديد، قبل أيام ماتت أم سلمة قبل ورود السبايا إلى المدينة. أم سلمة هاي اللي كانت تحمل الحسين على صدرها أيامه ماتت والمدينة في عزاء. الآن الحسين راجع، قال أين أخي الحسين؟ قالوا رجع. قال إذا رجع أنا أذهب لاستقباله، فأخرجوه معهم. التصور هو كان مريض محمد بن الحنفية لكن ما عنده خبر بمقتل أخيه الحسين. وشوف علاقة الأخوة شلون، أخذوه
يساندوا له يفتشوا له. بالطريق سمع بكاء وصياح، سأل ما الخبر؟ قالوا ممكن وصل مقتل مسلم ابن عقيل، مسلم في الكوفة قتل. قال يحق للناس ان يبكوا على مسلم، لكن البكاء اكثر من مسلم. انا اشعر بحالة في قلبي، لعل اخي الحسين اصيب بشيء. فما اخبروه حتى اذا وصل الى خيام الامام زين العابدين، لما وقع بصره على اخته زينب، على سكينة، على الاطفال، النساء، الكل ينادي وحسيناه وحبيب قلباه وعباسه، فوقع محمد بن الحنفية مغمى عليه. هاي كلمة الدعاء اللي اقرأ لكم اياها. الامام السجاد كان جمع الناس ويلقي عليهم خطبة بأبي وأمي، وخطبته موجودة في أرباب المقاتل يذكروها. ألقى عليهم خطبة فجاءوا إليه قالوا يا ابن الحسين أدرك عمك محمد وقع إلى الأرض مغمى عليه. جاء الامام السجاد اخذ رأس محمد، شايف يعني الان لقاء بعد هالفترة الطويلة من السفر، واذا عمه يقع على الارض مغمى عليه. اخذ رأسه وضعه في حجره، ثم صار يبكي فتساقطت دموعه على وجه عمه، نثروا على وجهه شيء من الماء، فتح عينه. اتصور هذا رجل، طبعا تعرف محمد بن الحنفية علاقته بسيد شباب اهل الجنة. لما وقع بصره بوجه علي زين العابدين، من هذا؟ علي زين العابدين. قال نعم يا عم، انا ابن اخيك، انا علي زين العابدين. قال ولدي اخبرني اين ابوك الحسين؟ اين ابوك ابو عبد الله الحسين؟ وين؟ ممكن جئت وحدك انت هنا، اين الحسين؟ قال يا عم اخبرك اني رجعت وليس معي الا ارامل ويتامى. يقول له محمد يا عم جيتك يتيم، محمد يا عمي جيتك يتيم، وما من معي غير الحريم، اي والله وما من معي غير الحريم. واما الحوراء زينب تنقلت بخطواتها الى اخيها محمد بن الحنفية، الله يرحم حجي وداعي هذا بالعراق نذكره الليلة. استقبلها محمد، من هذه؟ زينب. تقول له هو على لسان هذا الشاعر، تقول له ولا اخواي، لان سالها كيف حالك يا زينب، تقول له ولا اخواي ايكتن الحزن يا محمد. سعد الله قلبك يا سيدتي. ولا اخواي ايكتن الحزن يا محمد، ولا اخواي هضم يسعر بدلالي، ولا اخواي انا اجيتك لا ولد غندي، ولا اخواي عفتهم جثث برض الغاضرية. الهنا تقبل اعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. هالقلوب الطيبة، هالوجوه المفعمة بنور الايمان، بدموعكم، بقلوبكم، دعاء الى الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. ثبت قلوبنا على دينك، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلى أموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.